لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير واعلم أن الله عزيز حكيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلى فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم لا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا والله بما تعملون خبير. بيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يؤمن الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها بل إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة لله ما في السماوات وما في الأرض ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا